رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على البشير الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم أما بعد. أفي الله شك. وفي هذه الحلقة خصيصا يعني أتحدث تحت عنوان لعله خير. والله العظيم كل حاجة تحصل لك في الدنيا ديت يعني دائما اعرف أن فيها الخير، وأن الخير فيما اختاره الله لك. الخير فيما اختاره الله لك. طيب، مرة واحد أمير كان عنده وزيرا، والأمير قطع إصبعه. الأمير قطع إصبعه. فالشاهد في الموضوع لما قطع إصبع الأمير طبعا الوزير بقى يقول له لعله خير لعله خير، مرة واثنين وثلاثة عادي، لكن في مرة بقى حس باستفزاز. فلما حس باستفزاز يعني أمر بحبسه. فلما اتحبس هذا الوزير فبيقول للي حواليه ايه لعله خير، وبابتسامه، لان هو عنده رضا كامل وسعاده. فاكرين في الحلقه اللي فاتت لما قلت لكم الرضا هو سرور القلب مع مر القضاء؟ نعم، سرور القلب. فقال له لعله خير. فبعض الناس اللي بيعبدوا غير الله كانوا بيقدموا قرابين عباره عن ذبح، فلقوا الراجل ده في سكتهم فخدوه، اللي هو مين؟ الامير. فجم عشان يذبحوه. فلما جم يذبحوه طبعا شرط القرابين عندهم ان هم يقدموا حاجه للالهه بتاعتهم لازم أن تكون سليمه ما فيهاش اي عيب. عندنا حتى في ديننا اللي بيجي يضحي لازم أن يضحي بحاجه سليمه، يعني ما تكونش مريضه او يعني هزيانه او ما شابه ذلك. فخدوا الراجل لقوا صبعه ايه؟ لقوا صبعه مقطوع. فمرضوش ان هم ايه فافتكر كلمه مين؟ كلمه الوزير لما قال له لعله خير. طبعا لما افرج عن الوزير قال له تعالى افرج عنه وطلعه. قال له انت قلت كذا وفعلا طلع كلامك صح ان لعله خير، وانا بسبب صبعي اللي مقطوع نجوت من الموت. لكن انت بقى نجوت من ايه؟ قال له ما هو انا لو كنت سليم، لو كنت معاك بره كنت مسكوني ساعتها، فبالتالي كانوا ساعتها انا اللي اندبحت، فلعله خير. اعلم دائما ان الخير هو فيما اختاره الله لك. الخير فيما اختاره الله لك. قال عمر بن الخطاب لو عرضت عليكم الأقدار لاخترتم القدر الذي اختاره لكم الله. نلتقي بإذن الله جل وعلا في لقاء آخر في حلقة أخرى في برنامجنا اليومي أفي الله شك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قالت رسلهم أفي الله شك